اليوم الموضوع دسم دسم وخصب الوردة، لا تركزوش على الوردة. أنا بدي لكم قصة المهبل. هذا كان معانا بثالث إعدادي مدرس حكيمي، مدرسة خالد بن الوليد، كنت أدرس بها أنا وخالد الأنسي ومدري من ومدري من. ما كان مننا يمكن 20 الذين حضر للحصة السادسة، وللحصة حق الأحياء حق ثالث إعدادي معانا حصة المهبل. معانا المشاغبين معانا حوالي 10 قام رجال، واحد قد طلق 3 ما يحضرش حتى حصة الألعاب. لذيك اليوم الحصة حق الأحياء ما عادروا كله، وقد زرر قد صدف له هنا قاهم زرر هكذا والله، قاهو صابت فوق الصبورة، قرب الكرسي والماسة ويجلس بالأخير. مو معك يا جني هذه زوتين وأنا صغير، عندنا غض أقصر طالب بالفصل. قال النابه اليوم ترث أمانة ترث. قلت مو من در. قال الأستاذ عاد يشرح لنا حق اللهبل. مو لهبل، هي هبل هذا مو لهبل. أجي لما يعني أراجع هذا المهبل أو داري قد طلق 3 منحرف. والأستاذ بدل ما يوعينا، بدل ما يوعي الطلاب إنه دارس أحياء ويعني طبيعي الموضوع ونتعامل معه بجدية، أمانة يا وقع الأستاذ XXL، يا هو عقر الفصل كله، اللي ما هوش داري خلوه يدري. ونقل الفصل خلية نوب قاهم لي إنه أنين. يعني الحصة كانت سادسة، ما غبش طالب. دق الجرس حق الفيدوس وهم السكينة تعم الفصل. المهبل أمانة يا الأستاذ شرحوا لما عقرنا لليوم. الأستاذ الحكيمي هذا الله لا طرح له خير ولا بركة، لا عاد حي ولا هو ميت الله يرحمه. وهذه حكومتنا حق اليوم، حكومة مهبل. تخيلوا بالسفارة حقنا بالبحرين 5 من بيت قرار عدو جدعين 5. وزارة الخارجية ما قاح حد خير مثلكم بالكون. 5 من بيت يا خلاص، يعني ما بوش داعي ان انتم تسكنوا خارج السفارة، انت والمرأة والجهال وعيالك وعيال اختك وانسابك وحريمك وعارك. خلاص يعني بعدوا العالم كونوا ضحوا لنكاس، ما بوش داعي. ما عاد السفارة دي قيسة مسرت وردة. تخيل ان واحد يكون يبكر يقول لابنه يا امك داوم اليوم واختك ومرت اخوك واخوك حضر. ما عادش هذه سفارة، هذه وزارة الخارجية. ندري خالد اليماني عدو اي يحمي راسه ويفعل لنا حل ولا لحق. جنوبيين من بيت بعد يجيبوك الجنوبيين يعتقدون انه استحقاق. المرأة والجهال الكرقعي بنك اليمن موذي قرابه والسابلة دحم ببابه مقبل علي، الله يرحمك يا مقبل علي. ونثرة العيسي وزير النفط 5 سفن وسطهن مروحيات. هيلو كبتر من الذي كنا نعينها يا الحمدي قسمان شكليت. قالوا قاهن تالف خارج الخدمة يجزعين يسحين 5. يعني كانوا يقدروا يبيعوهن سكراب، يبيعوهن معدن، يبيعوهن نحاس، يبيعوهن خردة $1 مليار. ادوهن للسمك، للوسخ ابن الوسخ، الحوت الازرق. انا غزن خربت يا ولاد، انا يعني بغرقان. $1 مليار وزرطوها. حكومة مهبل. الأستاذ اللي يشرح لك هو اللي يعلمك السرقة، الذي احنا راكنين عليه يستعيد البلاد والأمن والسكينة. لا، والمضحك الآن بدي لكم حق الشيخ سلطان العرادة. والله يا شيخ سلطان ما كنت شيء أقوله ولا كنت شيء أتكلم به. نزلوا مناقصة يشتوا معدات طبية، والمناقصة البند الأول من المادة 162 قديناها لك بلاش. هذه من زناوة إسلامية، شغل من زناوة بالقانون، قديناها بلاش والشحن علينا، ونزيد نجمع لك هنا تبرعات. مناقصة مهبل، دولة مهبل. يعني ما تنقدوش الطالب هذاك اللي كان لي عرق قد زرر، لا تنقدوش، لأنه هو دحين قايد لواء اللي ما كانش يحضر، كان لي عرق أمانة لعصص لسانه لما خزقه. ونقطة أخيرة من سب موضوع الملحق العسكري في الأردن، خلينا نكون ندي لكم هكذا موجز أخبار. قالوا أيضا الملحق المالي هو اللي لسانه طويلة. قالوا طيب وحبوا بس لسانه طويلة، المفروض السفير بالأردن تقصه.
لأنه لازم تتعامل كموظف، لازم أيضا تعطي الشخص اللي أمامك، ما تعطوش دافع يرعفك. يعني قد نكون إحنا حسب رواية أخرى تجنينا على الرجال، حسب ما قالش داري، لكن يبدو إنه استفز الرجال لما خلوهم رعفوا. فأيضا أنت كموظف لازم تحترم الشخص اللي يكبر منك واللي تعمل. سفيرنا أيضا بالصين قالوا إنه كان لي شاتم ابن مدري من المخلافي، لا تشاتموش، أنت موظف دولة. يعني كنوا تروحوا تدوا حقكم بالبيت، المهبة اللي تروحوا بالبيت ويديروا بلد. ادخل اكمل حلق باقي حال حق ورع عدو كله خضر الا بس هو